مين فينا ما بيحبش البيتزا؟ ويا سلام بقى لما تكون كمان خفيفة وصحية وبدي الحبة الكاملة، أكيد هتبقى جميلة جدا. وطبعا أكيد هتقدري إن انتي تعمليها لولادك وانت مطمنة، وهتبقى أفضل كتير من البيتزا اللي بنشتريها من بره أو بنعملها بالدقيق الأبيض. هنعمل النهاردة إن شاء الله البيتزا بطريقة سهلة جدا وعجينة خفيفة زي القطن، تقدري ان انت تعملي بيها حاجات كتيرة جدا. واحنا عملنا بيها العيش الفينو، وان شاء الله كده هعمل لكم من نفس العجينة وصفات كتير. نسمي الله كده ان شاء الله ونشوف البيتزا التحفة دي اتعملت ازاي. ونبدأ كده ان شاء الله الخطوات مع بعض. معايا كوباية ونص من دي الحبة الكاملة. ضفت عليهم كوباية ونص من المية الدافية، نفس الكوباية اللي انا عايرت بيها اللي دي بعاير بيها المية. بعد كده بضيف معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من العسل الأبيض، ممكن تضيفي برضو عسل أسمر. ونقلب كل الحاجات دي مع بعض كويس جدا عشان ما يبقاش فيه أي تكتلات في الخليط. وبنغطي عليه حوالي نص ساعة لحد ما نلاقيه كده اختمر. وطبعا بيظهر هنا فقاعات كده على الوش. ببدأ أضيف باقي المكونات. ضفت هنا معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وربع معلقة من الملح، ومعلقة كبيرة من الخل. طبعا الخل مع البيكنج باودر بيعمل فوران، وده اللي بيساعد ان العجينة بتكون هشة وخفيفة. ضفت كمان 3 كوبايات من الدقيق، طبعا نفس الدقيق اللي انا ضفته دقيق الحبة الكاملة، انا مش بضيف دقيق ابيض خالص. طبعا لازم نوع الدقيق يكون كويس، انا بجيب طبعا نوع معروف. بتبدأي بقى تلمي كل المكونات مع بعض، وبعد كده بنضيف معلقة او معلقتين كبار من الزيت، وابدأ اقلب تاني. ممكن تضيفي برضو زبدة طرية. مجرد بتلمي كده المكونات، مش لازم تعجني فترة طويلة. رشة زيت بقى على الوش، وبعد كده بسيب العجينة لحد ما تختمر تماما. وزي ما قلت لكم نفس العجينة دي انا عملت بيها العيش الفينو، وعملت كمان بيها الحواوشي الاسكندراني. تقدري تعملي بيها حاجات كتيرة قوي بصراحة، جميلة جدا هشة وخفيفة زي القطن لو مشيتي على نفس الخطوات. قسمت هنا العجينة لجزئين، تقدري تعمليها 3 بيتزات صغيرين او واحدة كبيرة. يعني انا هعمل كده حجم متوسط، يعني بالنسبة لحجم البيتزا طبعا براحتك. بسيبها بقى تخمر شوية، يعني 10 دقايق كده، وببدأ افردها. انا فردت على طول على ورق زبدة عشان ده اللي ادخله على طول الفرن. طبعا انا بحب بصراحة البيتزا تكون رقيقة شوية مش سميكة قوي. كده تمام. هبدأ بقى احشي الاطراف جبنة، طبعا دي برضو اختياري. وببدأ ألم الطرف كده على الجبنة. ونثبت كل الأطراف، نضغط عليها كويس قوي. ضفت بقى كاتشب بصراحة جاهز، لأن ما كانش عندي وقت أعمل صلصة البيتزا. إن شاء الله نبقى نعملها مرة تانية مع بعض بإذن الله. بالنسبة بقى للإضافات زي ما تحبي، أنا ضفت هنا فلفل ألوان، وضفت سلامي. تقدري تضيفي سجق أو لحمة مفرومة أو فراخ كده متشوحة، زي ما تحبي، والحاجة اللي موجودة عندك ضيفيها.
وزودت حبة زيتون. وبعد كده بنزل بالجبنة الموتزاريلا. طبعا تقدري تضيفي جبنة رومي، جبنة شيدر، الحاجة برضو اللي عندك وتحبي تضيفيها على البيتزا، مفيش اي مشكلة. تقدري تعملي برضو ميكس كده ما بين كذا حاجة، بس انا بصراحة عملت الاتنين بنفس الشكل. بشغل بقى الفرن على اعلى درجة حرارة، وبدخل الصواني على الرف الاوسط. بشغل الشواية، اول ما تاخد لون بنخرج البيتزا على طول. مش بتاخد وقت طويل يعني، بالظبط كده بتاخد 10 دقايق. شو بقى بتطلع جميلة جدا، وريحتها كمان حلوة قوي، وهشة من الأطراف كده، والعجينة خفيفة. بجد طلعت جميلة جدا. شو بقى الأطراف كمان هشة ازاي، وخفيفة وطرية. بتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب لقناتي. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.